صحيفة سويسرية كولر الذي يستحق تمثالا تعرض للرشق بالزجاجات ويواجه مصير موسوماني. سلطت الصحف السويسرية على مصير مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا على يد سان داونز، وتأهل سان داونز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع الأهلي في القاهرة 1-1 بعد التعادل السلبي 0-0 في بريتوريا. وقالت صحيفة بلاك السويسرية كولر تعرض للرشق بالزجاجات من جانب جماهير الأهلي الغاضبة وهو في طريقه إلى غرفة الملابس. يبدو أن كولر على وشك الإقالة. ابن زيورخ يستحق تمثال أمام استاد القاهرة بعدما فاز مع الأهلي ب9 ألقاب في 3 سنوات. وأكملت الأهلي أعلن دعمه لمدربه قبل أسبوع ونشر على حسابه على انستجرام صورة للمدرب وفريقه تحمل شعار معا من أجل المجد، لكن نظرة على تاريخ النادي تظهر أن هذا الدعم ليس أكثر من مجرد عبارات، كما تلقى المدرب السابق بيتسو موسوماني دعما قويا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي. وبعد أيام قليلة انفصل عنه الأهلي، ويبدو الآن أن كولر يواجه المصير نفسه. وذكرت الصحيفة السويسرية أن الأهلي عقد اجتماعا قبل الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وتقرر الإبقاء على المدرب السويسري مارسيل كولر للمباراتين الحاسمتين في نصف النهائي، والآن أصبح مستقبل كولر محل مناقشة مرة أخرى. الرحلة التي بدأها كولر مع الأهلي في شهر سبتمبر من سنة 2022 توج خلال المارد الأحمر ب11 بطولة، والبطولات هي الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 4 مرات. أما أفريقيا ففاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي مرة، أضاف إلى لقب كأس فيفا القارات الثلاث على حساب العين الإماراتي. وخسر الأهلي لقب السوبر الأفريقي مرتين تحت قيادة كولر ضد اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك. كما حصل الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية مع كولر مرة وحيدة، وحصل على المركز الرابع في مثلها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.